تعرفت على واحدة حبتني. تعرفت على واحدة حبتني حتى وليت بحبها. وقت أنا وليت بحبها هي وليت ما عادش بحبني. عارف؟ على خاطر أنا كيف حبيتها ما حبيتهاش كما هي تحبني نحبها. حبيتها كما أنا حبيت نحبها. وقت اللي ما حبيتهاش كما نحب نحبها أما كما نحب نحبها أنا هي ما رضاتش الحب اللي تحبني نحبها بيه. والحب اللي تحبني نحبها بيه عبارة على ليستة بتاع ماذا بيا من هنا نقولوا له ماذا بيا روبا من اسبانيا، ماذا بيا صباغك من ايطاليا، ماذا بيا بلارك من تركيا، ماذا بيا قصة قماش من فرنسا، ماذا بيا اختي قلت لها تحبني انا ولا تحب البعض؟ اختار. قالت لي انت ما تفهم حد شيء من الحب. هدية استوحيتها من قضية حب بتاع صديق من احبابي. معناها شيء عايش معاناة كبيرة. اما بجاه ربي تعملوا فيها كما قال لكم اخونا سامي حاولوا مارسوا، مش حاول يعني نعتبرها غذاء معناها بدون لا يمكن ان يستقيم العقل ولا يمكن ان تتوازن في الاحاسيس والمشاعر. مارسوا العقليه الابداعيه، ادمجوا انفسكم في النشاط الثقافي الابداعي ولا تتصوروا ان الرقص مس بكرامة ولا بقداسة ولا تشنيع. المسرح ما تاخدوش زادة من باب انكم مش تعبروا على رايكم برضه. خذوه من باب انكم تبحثون عن انفسكم، تبحثون عن رؤية اخرى لذواتكم ولنوعيتكم ولعلاقاتكم، لخلق نوعية جديدة تتجددون بها مع انفسكم ومع محيطكم ومع عائلاتكم وبابكم واماتكم ومع رؤيتكم للمستقبل. ادعوكم ان تمارسوا الابداع الموسيقي، الفن الموسيقي. الفن الموسيقي يخلق توازن كبير وكبير جدا. المؤسف ان نجد شباب معناها يتخلى عن الابداع، يتخلى عن الحركه الابداعيه. يجد في الابداع وكانه ثم يعني معناها حياه لابد من لما تحشموا منه. ما تحشموش بالفن، ما تحشموش بالثقافه، لانكم تحشموا انفسكم. عندكم طاقات جباره، عندكم طاقات كبيره، عندكم قدرات وكفاءات للخلق الابداعي كبيره وكبيره جدا. ما تتخلاوش عليها وتتخلاوش على انفسكم. امنوا بانفسكم، امنوا بانفسكم انكم انتم كفاءات جباره ممكن تعطيوا للعالم صوره رائعه معناتها لارائكم لرؤيتكم للدنيا مهما كانت انتماءاتها. بحيث الفن به ترتقي الشعوب، والثقافه هي القادره ان تخلق التوازن بين الاجيال، هي القادره ان تخلق التوازن بين الانسان وذاته. صدقوني انا لو كان ما عملتش مسرح راني وليت بانك كبير. انا الفن اعتقني، الفن منعني، الفن خرجني من المآزق اللي انا كنت فيها. انا نقول لكم اللي انا دخلت مستشفى المجانين، دخلوني لمستشفى المجانين لاني سكرت على روحي البيت وقت نمثل. وقت اللي دارنا شافوني وحدي نتكلم ونشد المخده ونحكي معاها كاني نحكي مع شخصيه مسرحيه، هزوني عام 64 لمستشفى المجانين والطبيب قال لهم ذاك انسان لا باس عليه. شديت صحيح وعام 72 عملت مسرحيه اول وان ما نشوف وبسببها تشديت مده 3 أسابيع لان الرقابه رفضتني. وقع توقيفي من اجل المسرح، من اجل المسرحيه، في حين اللي انا ما كنتش ندعي نفسي لا مناضل ولا حتى شيء يعني، لغايه ما ثم اني قلت كلمه تاع مواطن متشبع بمبادئ يعني تربيت بها من صغري
وتعديت من فترات كبيره. يعني انا في صغري في الكتاب، انا جامعه كنت نمشي له رحمه كان يهزني كل نهار الخميس نعملوا سرده في سيدي بن عروس ونتعداو لجامعه زيتونه. يعني هذا نشأتي، هذا تربيتي، لكن انتقلت من مراحل عديده. هذه دعوتي لكم، انا نعمل في حمله للثقافه والتثقيف. يعني الفن والابداع سيد العزيز ماذا بيه يكون من نشاطكم، ماهوش النشاط الترفيه، من الاولويات. ما تاخذوهاش للترفيه، ما تاخذوهاش مش هنعمل نمشي المسرح. جرب خذ نص مسرحي او تفاعل مع فنان مسرحي، وما تاخذوش كالفنانين اللي تراهم يقربوا لكم. مشيوا للفنانين اللي تراهم ما يقربوا لكمش، وشوفوا وتعرفوا وافهموا علاش ما يقربوا لكمش. تو تشوفوا انهم هم يكتشفوا انكم انتم تقربوا. لو يقع الاعتبار ان الفن موجود مالوريزمون عند برشا فئات شبابيه يعتبروا ان الفن وان الابداع معناه بلوس كان كومبليمون، سي ميم كالكو شوز دو ديابوليك. C'est même quelque chose de diabolique. C'est ça qu'il faut éviter. La création artistique est un acte libérateur. Est un acte libérateur lorsque tu prends un instrument de musique, lorsque tu joues, lorsque tu chantes, lorsque tu danses, lorsque tu peins un tableau, tu te réalises, tu produis une valeur. Et ta valeur ماهيش في انك تاكل وتشرب وتلبس كرهبه، ta valeur في انك تعطي اضافه في علاقتك مع الطبيعه وفي علاقتك مع الحياه، في علاقتك مع وجدانك. يا اصدقائي الاعزاء، الفنان الكبير، نحن ما زلنا نجر طريقه الاستبداد مع خطتنا اليوم. طريقه الاستبداد التي يمثل عمق المجتمع سلوك الثقافه. فلا بد ان نكون صوتنا فناننا الكبير، علينا ان نشتغل في الثقافه ونقوم باصلاح ثقافي لتصلح ثورتنا. وباش نخدموا بالفن يكون السامي يحب قمر من كون عيسى. أستاذ سامي يعمل في حاجات بائسة. جميل. نسيم الوصل من أنفاسي طال الله الله، وباقة الرضا في روضي طال الله الله. نسيم الوصل من أنفاسي طال الله الله، وباقة الرضا في روضي طال الله الله. وجميل